عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ معاكم اكلة سما من اكل كله بيتي وسهل ولذيذ. والنهاردة باذن الله هنعمل مع بعض برياني بالدجاج. هنعمل برياني بشرايح الدجاج المتبلة في الفرن بطريقة بسيطة ولذيذة جدا جدا. يلا نبدأ بمكوناتنا وبطريقتنا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. ونبدأ بمكوناتنا يا حبايبي ونقول عندنا مكونات وصفتنا. عندي شرايح من الفراخ بالشكل ده، عندنا كمان طماطم وفلفل وجزر وبصل متقطعين صغير، عندي زبادي، بهارات فراخ متبلة دي اللي هنتبل بيها الفراخ، وعندي كمان ملح، وعندي كاري، وكمان مكعبين مرق الدجاج، عندي نص كوباية مية، وعندي زيت زيتون، وعندنا كمان رز بسمتي ابيض. انا مش هقول على المقادير خالص، انت شوفي مقدار اسرتك وبتعملي على قد مقدار اسرتك، ممكن تكتري ممكن تقللي في المقادير على حسب مقدار اسرتك واللي انت عايزه تعمليه براحتك. المقادير ديت براحتك والكميه اللي انت حباها، هي نفس المقادير بس الكمية تقللي تزودي على حسب أسرتك. يلا نبدأ بطريقتنا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أول حاجة هنبدأ بيها يا حبايبي وهي تتبيل الفراخ. نجيب طبق كبير عشان نتبل فيه الفراخ. بسم الله الرحمن الرحيم. هنزل بالبهارات بتاعتنا بتاعت الفراخ. بسم الله. هسيب بس معلقة واحدة بس عشان نحطها على الرز، وكمان هناخد الزبادي. بسم الله الرحمن الرحيم. بالشكل ده كده، وهناخد كمان ملح، معلقة ملح بس لان بهارات الفراخ متبلة وعليها ملح. هاخد بقى زيت الزيتون. بسم الله الرحمن الرحيم. 1 2 7 معالق زيت زيتون، وهقلبهم في الخلطة بالشكل ده كده. واخر حاجة بقى هنزل بربع كوباية المية كده واقلبهم مع بعض كويس يا حبايبي. بعد ما قلبنا الخلطة بتاعتنا كده هننزل بقى بشرايح الدجاج او الفراخ. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا يحسن بين ايدينا يا رب. بالشكل ده كده. بعد ما نزلت بالكمية كلها هقلب الفراخ في التتبيلة بتاعتنا بالشكل ده كده كلها. بعد ما اتعملت الفراخ في التتبيلة كده يا حبايبي هسيبها بقى لمدة ساعة، نص ساعة، ساعتين، زي ما انت عايزة، بس اقل حاجة هي نص ساعة او ساعة. كل ما كانت تدبل اكتر وتخليها في التتبيلة كل ما بتديكي طعم احسن واحلى كمان. هسيبها انا في التتبيلة لحد ما نعمل الرز بتاعنا بقى يا حبايبي. عشان نعمل الرز بالبرياني بتاعنا، عندي حلة على النار حطيت فيها معلقة سمنة و3 معالق زيت كبار. هسيبها لحد ما تسخن شوية، وبعد كده هنزل بالبصل. بعد عندي ما الزيت سخن يا حبايبي بالشكل ده نزلت بالبصلة كده وهشوحها بالطريقة دي. بعد ما تبلت البصل بالشكل ده يا حبايبي هننزل بقى بالطماطم. هنزل بالطماطم كمان اشوحها مع البصل، اشوحهم مع بعض، وكمان الجزر. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا يحسن بين ايدينا يا رب. وهشوحهم مع بعض يا حبايبي بالشكل ده كده. هسيبهم لحد ما يتشوحوا مع بعض ويتبلوا.
هفضل اقلب يا حبايبي من وقت للتاني كده. وبعد كده هنزل بقى بالفلفل بسم الله الرحمن الرحيم واقلبهم مع بعض بالشكل ده كده. بعد ما الخضار بتاعي يا حبايبي شوحته بالشكل ده كده وبقى كله عندي مع بعض كده واتبل كويس، هنزل بقى باخر حاجه الرز بسم الله الرحمن الرحيم كده. واقلبه كويس مع الخضار. كده يا حبايبي هشوحه مع الخضار كده. وبعدين بقى انزل بمعلقه البهارات الفراخ اللي احنا كنا سايبينها من تتبيله الفراخ، وكمان الكاري ومعلقه ملح كبيره واقلبهم مع بعض. اخر حاجه بقى يا حبايبي هنزل بيها وهي مكعبين مرق الدجاج، هنزل بهم كده واقلبهم مع بعض وافضل بقى ادي تشويحه للرز مع البهارات والخضار بالطريقه دي. اقلبهم كده مع بعض علشان الرز ياخد من البهارات والتتبيله ويبقى ريحته تجنن. بصراحه الريحه بدات تطلع، ريحته تجنن يا حبايبي. بعد كده يا حبايبي هنزل بقى بالميه السخنه بسم الله الرحمن الرحيم بالطريقه دي كده. وانا طبعا قبل كده قلت لكم ان كوبايه الرز البسمتي ليها كوبايتين ميه او كوبايتين شوربه كده. بسم الله اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. كده يا حبايبي هسيبه بقى ياخد غلوتين وبعد كده هقول لكم هنعمل ايه. وبعد يا حبايبي الرز ما بدأ يغلي كده وغلى وبدأ يشرب عندي المية بالشكل ده كده، هطفي عليه علشان هدخله صينية وادخله الفرن. بعد ما طفيت على الرز بتاعنا يا حبايبي بالشكل ده بقى هجيب صينية عندي كده واقوم نازلة بالرز بتاعنا بسم الله الرحمن الرحيم. هنزل بالرز بتاعنا كده في الصينية بسم الله. بعد ما نزلت بالرز كده طبعا الرز بتاعي لسه ما كملش سواه، يعني هو لسه في ميه ولسه هيكمل سواه. هنعمل ايه بعد كده؟ هجيب ورقه فويل بالشكل ده كده وهغطي بيها الصينيه بتاعتنا كده بالطريقه دي كده يا حبايبي. بعد ما غطيت الصينيه بتاعتنا يا حبايبي ورق الفويل كده هجيب بقى السكينه واخرمها كده بسم الله الرحمن الرحيم كده، يا دوبك خرام بس بسيطه ان هي تطلع البخار اللي هيطلع من الرز عشان يسوينا الفراخ بالطريقه دي. هجيب بقى الفراخ بعد ما اتبلت كده وهرصها بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وزد وبارك كده يا حبايبي. الفراخ بتاعتنا بقى هتستوي على البخار بتاع الرز كده بالشكل ده.
كده يا حبايبي. بعد ما رصيت الفراخ كده هجيب بقى ورقه فويل تانية وهغطي بيها الصينيه بتاعتنا تاني بالشكل ده. هحكمها كويس عشان البخار يطلع ويسويلي الفراخ كويس. بعد كده يا حبايبي هدخل الصينيه بتاعتنا في الفرن على درجه حراره 200 على اعلى درجه على اخر رف. هسيبها في الفرن لحد ما الرز بتاعي يبدا ان هو يستوي ويتردد، وهسيبها اشوف الفراخ من وقت للتاني. بعد نص ساعه هكشف على الفراخ واشوفها استوت، وهقلبها على اليمه التانية كمان عشان تشرب الصوص بتاعها وتستوي كويس. في اخر مرحله هرفع الفويل من عليها واسيبها تحت الشوايه تاخد لون، وبعد ما تخرج من الفرن هوريها لكم. وده يا حبايبي البرياني بتاعنا بعد ما طلع من الفرن. شايفين انا شلت السلفر من فوقه عشان وشه يتحمر. الفراخ عندي بسم الله ما شاء الله استوت واخدت وش ما شاء الله عليها، ريحتها تجنن. هشيل الفراخ بالشكل ده عشان اوريكم الرز استوى وتردد وبقى ريحته تحفه. نكشف بقى الرز بسم الله الرحمن الرحيم اهو. اللهم صل وزد وبارك. شايفين الله ريحته تجنن. شايفين ما شاء الله استوى وبقى ريحته تجنن وطعمه مش عايزه اقول لكم قد ايه لذيذ جدا جدا. وده كان طبق اليوم يا حبايبي، برياني بشرايح الدجاج، حاجه كده لذيذه جدا وحلوه قوي قوي. وشايفين الفراخ عندي مستويه جدا ومتبله وحلوه قوي، والرز ريحته تجنن ولا طعمه خطير جدا جدا هو الفراخ. اعمليه لولادك ويغيرك كده ونوعي حاجه بسيطه موجوده في البيت عندك، مش هتشتري حاجات كتير ولا حاجه من بره. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وشير وسبسكرايب لأكل السما على اليوتيوب. كنتم في أكل السما من أكل كله بيتي وسهل ولذيذ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.